السلام عليكم، معكم محمد من قناة زمالك SC 8. والنهاردة يا شباب عندنا أخبار عالمية. لا، ايه الأخبار؟ النهاردة عندنا تحليلي لمباراة الزمالك وسيراميكا اللي خلصت من شوية 2-0 للزمالك، والزمالك عمل أداء جبار في أول ماتش ليه في السيزون الجديد 2026. أداء عالمي، أداء أسطوري، أداء مفيش منه اتنين يعني بجد. هو الشوط الاول كان نايمين شوية، بس الشوط التاني فوقنا وصحينا وركزنا والزمالك كسب. واللي جابوا الاهداف طبعا ناصر ماهر ومحمد شحاتة من هدف عالمي من نص الملعب. يعني انا مش مصدق، يعني اسطوري. محمد شحاتة ده في حتة تانية. ايه ده؟ عالمي 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 عالمي. وعاش شابوه فيريرا، شابوه جون ادوارد. الصفقات ادت اللي عليها. كنا عايزين نشوف بس عدي الدباغ يلعب له اخر دقيقة كده، او يعني يلعب. عايزين كنا نشوفه في الملعب. بس الاداء عموما الشوط التاني احسن من الشوط الاول، بس الاداء عموما جامد. يعني في فكر في الزمالك، في فكر شغال. كل فيديو اللي فات روحوا احضروه، وقلتلكوا في مفاجأة وانا محضرها لكوا هتنزل يوم السبت، اللي هو الوقت اللي انت بتحضر فيه الفيديو. انا معرفش انت هتحضر الفيديو امتى، بس اهو المفاجأة. وهي انا عامل اللي هو روح بعد كل ماتش ونعمل تقييم للعيبة. بعد كل ماتش هنجيب الكراسة دي وهنكتب فيها التشكيل وكل حاجة زي ما انتوا شايفين كده، وهنعمل تقييم للعيبة وهنشوفه اخر الموسم، وهنشوف اللعيبة عملوا ايه ومين كسب ومين جاب الاجوان ومين عمل. وبرضه هنشوف من الفيديو ده، هنتابع كل الفيديوهات وبتاع، بس تحليل الاداء. يعني اداء جامد. فيريرا بدأ ضغط عالي، ضغط عالي، وفي الاخر لما لقى خلاص النتيجة مضمونة وكل حاجة رجع، اللي هو نظام التوازن. والزمالك ما يرجعش يعني. السنة اللي فاتت كان الزمالك كل المدربين اللي مسكوه مدافعين بيدافعوا، مفيش حد بقى قدم لقدام اضغط اضغط اضغط، مفيش. فيريرا ده جامد. فحوار ان هو يضغط باللعيبة، والزمالك نادي مش سهل، الزمالك نادي مش صغير علشان يقعد يدافع. الزمالك عايز يهاجم ويجيب اجوان زي اللي حصل في الماتش. بس وخلينا نبدأ في تقييم اللعيبة. والتشكيل كانت كالآتي: محمد صبحي في حراسة المرمى، عمر جابر على اليمين، وحسام عبد المجيد والونش قلبي دفاع، وعلى الشمال بنتايج. ده كله كان متفق عليه اصلا من زمان. في خط الوسط بقى لعب دونجا مركز 6، شحاتة 8، عبد الله السعيد 10. وعبد الله السعيد برضو لسه محتاج وقت، برضو هو صح، عامل السن برضو كبير، ومش هيدي زي اللي بدي في الموسم اللي فات، برضو هيقل شوية، بس برضو كويس يعني مش وحش. وخط الهجوم ناصر ماهر، شيكو بنزا. الهجوم الراس الحربة ناصر منسي الأسطورة. دي التشكيلة اللي كانت موجودة قدامنا. فهنبدأ بأول واحد، واللي هو محمد صبحي. الصراحة محمد صبحي عالمي كده. محمد صبحي بيلعب رجليه كويس، له تقييم 6 من 10. وعمر جابر كويس برضو، بس ما شفناهوش كتير. يعني عمر جابر ما بيزيدش كتير جانب الدفاع، فهو كويس، فهديله 5. الونش كويس. عبد المجيد كمان، حسام عبد المجيد والونش كويسين، فالاتنين هديهم 8. يعني عملوا اللي عليهم. بنتايج ده اسطورة، بنتايج ده في حتة تانية، مهما تقول عليه مش هتعرف تقدره. بنتايج ده في حتة تانية. بنتايج 10.
يعني دفاع هجوم، تلاقي رايح جاي وبدافع وكل حاجة. فبنتايج شابوه حرفيا 10/10. نيجي لدونجا حسس ان هو بدأ يفوق من شغل اللقطات ومش عارف ايه، وبدأ يفوق، بدأ يلعب كورة. يعني الماتش ده كويس، نديله مثلا 6/10. كان كويس، كان بباصي وبتاع. ونيجي عند محمد شحاتة. انت ايه يا ابني؟ انت عالمي. انت ايه؟ انت مفروض تلعب اصلا في الريال وبرشلونة والليفر وكل. يعني محمد شحاتة حرفيا اسطورة. والجون اللي جابه من نص الملعب ده حكاية تانية. يعني نظرة واحدة لمح الحارس بره، حطها في الجون على طول. ما بيهزرش. 10/10 و10/10 و10/10 كمان. اسطوري. نيجي عند عبد الله السعيد قلت لك مستواه متراجع شوية، فهديله 5. ناصر ماهر اسطورة برضه. ناصر ماهر كويس. ناصر ماهر عالمي. يعني بدأ يفوق، بدأ يلعب بلعبه، يستاهل رجل المباراة، يستاهلها. 10 برضه. ناصر منسي الأسطورة هديله تقييم 7. هو كويس برضو، كان بيجري على الكور وكده عدته. شيكو بنزا هو لسه اول ماتش طبعا، ما نقدرش نحكم عليه، بس هو كويس. يعني تحس ان هو ايه، عايز يعمل حاجة، عايز يأدي، بس هو ايه، محدش بيفتح له برضو. يعني مش عايزين نضغط عليه، فهديله 7 برضو. كويس. نيجي عند البودلة واللي نزلوا للحميد معالي وآدم كايد وسيف جعفر وسيف الجزيري وصلاح مصدق. دول 5 اللي نزلوا. ومعالي الصراحة عمل كام لمسة كده حلوين قوي، كام لمسة من الخيال كده، فأنا هديله 8. صح هو نزل متأخر شوية وبتاع، بس عمل كام لمسة جامد. اما تيجي عند ادم كايد تضرب له تعظيم سلام. اول ما نزل مسك كوره وبتاع وحافظ على الكوره وعدى وباص، وهو اللي عمل الاسيست. يعني عالمي، اول ماتش ليه يعمل اسيست، فاسطوري. فانا هديله 9. عندك سيف فاروق جعفر، ما شفتوش كتير وبتاع، بس شفته في كام كوره يعني، فهديله 5. سيف الجزيري الصراحة زفت كورة قدام الجون ضيعها ازاي؟ يقنعني ازاي؟ واللي هو هجمة الجون دي انا مش عارف كان باصها لمين اصلا. يعني لو كانت عدت لسيراميكا دي كنت هتقول ايه؟ يعني وانت قاعد كده كنت هتقول ايه؟ 1 عشان كسبنا بس. صلاح مصدق الصراحة ايه، ما شفتوش. يعني نزل اخر الماتش، مش مفيش تقييم يعني. بس كده، لو اول مرة تشوفني ما تنساش تضغط على زر اللايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان كل فيديو جديد يوصلك. وسلام.